قناة كواليس من بعد ما خرجت جوج ديال الفيديوهات نتاع الديتينغ اللي كان المضمون ديالهم هو انه جوج ديال الناس كيتماتشاو في الاخير، بمعنى انه كتجيب دري وبنت كتجلسهم كتقتل كل واحد كيسول الاخر اسئله الا بقاو مستمرين وحتى شي واحد ما سكيبا الاخر كيتماتشاو، بمعنى انهم صافي كيتصاحبوا كيدخلوا في علاقه. خرجوا بزاف نتاع الناس كيستنكروا هذا الشيء هذا، لانه هذا الشيء هذا كيضرب في القيم الاخلاقيه الاسلاميه نتاعنا، وهذا الشيء هذا كيتعارض مع الدين. اليوم خرج واحد الفيديو من هذه القناه هذه نيت. هذا الفيديو هذا كتبان فيه واحد البنت اللي لابسه واحد اللباس مخيل بالحياء، واحد اللباس اللي كتبقى تشوفه كتقول واش هاد البنت هذه ما عندهاش خوتها، ما عندهاش والديها، ما عندهاش الرجال ببساطه في الدار. هاد البنت هذه ما عندهاش الرجال في الدار. هاد البنت هذه كتبان وكتحاول انها تختار الفارس نتاع الاحلام ديالها. كاينين واحد اشباه الرجال كاين عليهم واحد الستار، وهي كتحاول انها تختار الفارس الاحلام ديالها من خلال اللبس ديالهم ومن خلال الصوت ديالهم والكلام ديالهم. اصحاب هاد القناه هذه ما عرفتش صراحه شنو هي الغايه ديالهم، لكن مهما كانت الغايه فهاد الناس هادو كيخصهم يتشدوا، لانهم هاد الناس هادو كيشجعوا على الفساد وكيشجعوا على اشياء اللي كتضرب في القيم ديالنا، القيم الاسلاميه. انت كشخص كدير اخطاء، كدير ذنوب، كدير معاصي، فداك الشيء كيبقى بينك وبين الله. لكن باش تكون كتشجع الاطفال وكتشجع الشباب على شي حوايج اللي كيتعارضوا مع الدين، كيتعارضوا مع الاسلام، شي حوايج اللي كيدمروا الاخلاق نتاع الانسان، فهاد الشيء هذا كيخص تعاقب عليه. وهذا الشيء هذا كيخص كل شيء يتحرك ويهضر ويستنكر هذا الشيء هذا، لانه هذا الشيء هذا ماشي شي حاجه عاديه. هذا الشيء هذا ماشي هو الامر الطبيعي والعادي. هذا الشيء هذا شي حاجه اللي دخيله علينا، دخيله على المجتمع ديالنا ودخيله على الاسلام. بحال هاد الفيديوهات هادو من شأنهم انهم غيدمروا الاخلاق نتاع الانسان. انسان اللي هو كبير، انسان اللي كيميز ما بين الخطأ والصواب، غيستنكر هاد الشيء هذا وما غيعجبوش هاد الشيء هذا وغيتبرأ منه. لكن تخيل معايا انهم واحد الاطفال عاد كيكبروا مازال ما كيميزوش ما بين الخطأ والصواب، شي نهار غيكونوا هازين التليفون وغيجيو في هاد الفيديو هذا وغيشوفوا هاد الفيديو وغيتفرجوا في الفيديو الثاني والثالث والرابع، وغيبقاو كيعتقدوا بانه هذا الشيء هذا راه شي حاجه طبيعيه وشي حاجه عاديه، مع العلم انه هذا الشيء هذا انسان اللي هو متبع طريق الله، وانسان اللي هو مسلم، ماشي مؤمن وانما غير مسلم وكيعرف شي شويه في الدين، فهو غيستنكر هذا الشيء هذا. بالرغم من انه غتلقى شي واحد كيدير هذا الشيء هذا، لانه حتى شي واحد ما معصوم من الخطا، كلنا كنغلطوا. وغتشوف بانه كاين شي واحد اللي كيدخل في علاقات، شي واحد اللي كما كنقولوا سكير عربيد، ولكن كيستنكر هذا الشيء هذا وكيطلب من الله انه يغفر ليه. لكن باش تكون كتشجع، يعني كتشجع الاطفال وكتشجع الشباب على شي حاجه بحال هكا، اصحاب هذه القناه هذه صراحه ما عرفتش شنو هو الهدف ديالهم. كيف ما قلت، واش والغايه ديالهم واش انهم غير يجمعوا الفلوس وغير مهتمين بالاثر نتاع هذا الشيء وبالنتائج نتاع هذا الشيء على المجتمع. كنشوف بانه الا بقى مستمر هذا الشيء وما تعاقبوش هاد الناس هادو وما حبستش هذا الشيء هذا، فمن دابا 10 سنين 20 سنه غيكونوا عندنا شباب واطفال وحدين اخرين، شباب واطفال اللي كيشوفوا بانه بحال هذا الشيء هذا شي حاجه عاديه. غيولي عندنا واحد الانحناء الاخلاقي، لانه انت كتفرج في فيديوهات بحال هادو وانتيا مازال ما كتميزش ما بين الصواب والخطا، غيبقى يتخيل لك بانه هذا الشيء هذا شي حاجه عاديه. وهذا الشيء هذا غيخليك انك تكبر وعندك واحد الفطره غير سليمه. انا كنشوف بانه دابا خاص كل شيء يستنكر هذا الشيء هذا ويعارض هذا الشيء هذا ويحذر من العواقب نتاع هذا الشيء هذا، لانه الا استمر هذا الشيء ما خصوش يستمر. هذا الشيء هذا خصو يتوقف عند حده، وهاد الناس هادو اللي كينشروا بحال هاد الفيديوهات هادو خصهم يتشدوا ويتعاقبوا، لانه هذا الشيء هذا ما خصوش يستمر. وإلا استمر فهذا الشيء غيفسد المجتمع ديالنا، لانه هذا الشيء هذا كيضرب في القيم ديالنا وكيضرب في القيم الاسلاميه ديالنا. احنا مجتمع مسلم، مجتمع اللي خاطيه بهذا الشيء هذا. فهذا الشيء هذا الا استمر وما تعاقبوش هاد الناس هادو، فغتكون عند هذا الشيء هذا نتائج وخيمه على هذا المجتمع هذا. كنتمنى ان اي واحد يبارطاجي هذا الفيديو هذا، لانه هذا الشيء هذا راه ماشي شي حاجه بسيطه. يخيل لنا انه هذا الشيء هذا شي حاجه عاديه وشي حاجه ما غاديش تضرنا، لكن الاطفال اللي ما كيميزوش ما بين الحق والباطل، الاخلاق ديالهم غتضرب وغيوليو كيشوفوا شي حاجه اللي ماشي عاديه كيشوفوها شي حاجه اللي عاديه.
وغنوليو بحال المجتمعات الاوروبيه، وبالتالي المجتمع ديالنا غيفسد. كنتمنى ان اي واحد يبارطاجي هذا الفيديو هذا ويوعي الناس اللي قرابين ليه بالاخطار نتاع هذا الشيء هذا،